يعني مساوئ السوشيال ميديا السيئة جدا جدا لما دخلت البيوت تم استخدامها بشكل سلبي، وحصل فيه مشاكل ويعني سلبيات أكتر من الإيجابيات. هنتكلم عن السوشيال ميديا ودورها في يعني زيادة المشاكل، وكل طرف بيطلع بقى يتكلم عليها ويقول ان هو مظلوم وان الطرف التاني هو اللي سيء. ولكن قبلها خليني اتناقش مع حضرتك في نقطة اخذ القرار. قرار الانفصال او الطلاق يا استاذة سعاد قرار صعب جدا وقرار مصيري، ما هوش قرار انا رايحة اشتري حاجة من المول وراجعة، فلا، ده قرار صعب ولابد من التأني. كيفية اتخاذ قرار الانفصال علشان ما يكونش فيه ندم بعد كده. والله هو سؤال صعب، واعتقد انه صعب انه احنا نجاوب عليه بصفة عامة، لانه تظل هذه يعني ربما امور خاصة. يعني كل اسرة لها خصوصيتها، لها ظروفها. ف يعني احنا زي ما قلنا في المقدمة، يعني الا ان يكون يعني اخر الحل. فاحنا لسنا في رفاهية من الوضع انه طبعا. معلش انا اتطلق، لا، الطلاق ستترتب عليه امور. فالمفروض الان نحن هنا نوازن، يعني تشوف فين السلبيات والايجابيات. يعني انا اذا هل افضل لي اني انا اتطلق وعيالي يعانوا وكذا وكل ما يترتب عليه من مشاكل، ولا ان الموضوع ممكن انا اصبر عليه حتى لو كان في درجة من التضحية؟ يعني طالما انت يعني رضيتي. شوفي، هو في نقطة، يعني احنا ما نبغى نجي كثير على الطرف سواء الزوج او الزوجة، لكن كمان مش عاوزين نبرة الانفرادية العالية اللي صارت موجودة في الزمن ده مع دورات التنمية البشرية وكن نفسك واستمتع بنفسك. لا، انت دخلت فيه وأسست أسرة وأصبحت ملزم من أفراد آخرين. بالضبط. طبعا إذا ما في أطفال ربما الوضع يعني أهون، لكن طالما هناك أطفال إذا أنت أصبحت مسؤول، يعني لا تنظر إلى مصلحتك، لا، أنت في رقبتك صار في أطفال، وبالتالي لازم تقدم مصلحتهم على مصلحتك حتى لو كان فيها شيء من التضحية. يعني فأنت إذا ما ضحيت لعيالك حتضحي لمين يعني؟ تمام. طيب طبعا ده بعد اكيد الاستخارة والاستشارة يعني للناس الحكيمة، يكون في حكم من اهله وحكم من اهلها. وامر الانفصال ده ما هوش امر سهل ابدا ابدا، وبنكرر لكل المشاهدين يعني ده بيكون اخر الحلول، وان حصل لابد انه يحصل بالاحسان. طيب عايزة اسأل حضرتك قبل الختام يا استاذة سعاد، السوشيال ميديا دلوقتي احنا بنتكلم عن ان الفرقة او الانفصال هيكون بالاحسان، تسريح باحسان كما قال الله سبحانه وتعالى. ولكن احنا بنشوف على السوشيال ميديا دلوقتي تطلع الزوجة تطلع كل اللي حصل معاها، ده قال لي، ممكن تكون هي صادقة في اللي بتقوله بس هي بتظهر ده بقى، ضربني، شتمني، ما بيصرفش عليا، تنزل صور سكرين شوت للحوار بينها وبينه، ده والدته كانت السبب، ده اخواته السبب، وهو طبعا يرد عليها برضو على السوشيال ميديا ويكذبها، ويبدأ في سجال كبير جدا ما بينهم هما الاتنين، وكل طرف غرضه يثبت انا الاحسن، انا الافضل، انا المظلوم، هو السبب وهو السيء. رد حضرتك ايه على المشهد ده؟ طيب هو احنا يعني المفروض احنا قلنا انه الطلاق بإحسان، فإذا احنا حنمشي في مراحل وخطوات الطلاق بإحسان، المفروض ان احنا مش حنصل لهذه المرحلة. لأنه في مراحل للطلاق بإحسان. يعني أول خطوة اللي هو قلنا إحنا الوعي والمكاشفة. الإنسان اللي وصل لدرجة من الوعي إنه هو اللي صاحب القرار، أو هو الذي يريد الانفصال، الطرف أيا كان فيهم الزوج أو الزوجة، لابد إنه خلاص هو الآن وصل لوعي إنه الزيجة دي لا يستطيع أن يكمل فيها، وبالتالي لازم يكاشف الطرف الآخر. لكن لما بيجي بيقول له أهم نقطة إنه لا أريد الإيذاء، النية هي نية إني وصلنا لمرحلة لا نستطيع فيها أن نقبل، وبالتالي لا ضرر ولا ضرار زي ما بيقول. ففي من ضمن مراحل الطلاق بإحسان، عشان ما نصل للمشاكل هذه أو حتى اللي تصل للمحاكم وكذا، إنه نحدد فترة زمنية.
يعني مثلا سواء كان الزوج خلاص يعني استنفذ كل الحلول ووصل للطلاق، فبيقول لها يا فلانة احنا عاوزين نتطلق، لكن هنعمل مثلا جلسة بيناتنا مثلا بعد شهر، بعد أسبوعين، حسب ال- الحالة اللي بينهم، يعني قد ايش هم متوترين. حالة لأنه الأسرة طبعا وقتها. هم متوترين، مم. طبعا هم متوترين مش هينفع يقعدوا مع بعض، لأنه أكيد القلوب مشحونة. وأكيد كل واحد فيهم شايل على الثاني، فلو جلسوا يعني ممكن زي ما بيقولوا يصب الزيت على النار، وكلمة منه وكلمة بتزيد. لكن بنحدد فترة زمنية، يعني مثلا بعد أسبوعين، بعد شهر. شوفي، وهذه من حكمة الله، يعني حتى الطلاق السني بيقول لك في طهر لم يجامعها فيه، لم يمسها فيه، أيوه. لم يجامعها فيه. نعم. فهذه فترة إنه إحنا في هذه الفترة إحنا حنطلق، لكن لسه ما وقع الطلاق، لسه غير موضوع العدة. الآن نحن عشان نتخذ قرار الطلاق مثلا حنتخذه بعد أسبوعين، حنجلس ونتفق. طيب الآن حنعمل جلسة. الجلسة دي إما الزوجين هم بنفسهم يجلسوا اثنينهم مع بعض، أو ممكن واحد يوكل عنه، خصوصا لو هي امرأة مثلا، أبوها أخوها أيا يكن، أو حتى لو محامي، يعني مش مشكلة. طيب الآن إحنا لما نجلس حنتفق على بنود معينة نضعها. في الأساس أول نقطة إحنا حنتفق عليها إنه هذا الطلاق سيتم على مبدأ لا ضرر ولا ضرار. ولا ضرار، يعني زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. فلا أنا أريد أن أؤذيك ولا أنت تريد أن تؤذيني، ولا يجب أصلا أن نؤذي بعض. أيوة. النقطة الثانية، خصوصا إذا في هنا أطفال، حتكون كده بند لوحده، ده حنشوف موضوع الأطفال ده كيف حنتعامل فيه. متى حيكونوا عند الأم، متى حيكونوا عند الأب، هل الحضانة عند الأم، هل الحضانة عند الأب، رؤيتهم للطرف اللي هم مش هيكونوا معاه. بالضبط. وفي نقطة مهمة طبعا، لا يجب أنه كل واحد فيهم يستخدمهم سلاح، يعني هذه أسوأ شيء. وفي الغالب طبعاً للأسف يعني إحنا النساء اللي بنعملها، لأنها بتكون هي الحضانة عندها، فبتشحن الأبناء على الأب. لو أنت مش فارقة معاكي هو، بس على الأقل اعملي حساب لأبنائك هؤلاء. يعني لا يمكن إنسان يكون سوي وهو عنده عقدة من أبوه أو كاره أبوه، هذا لا يمكن أن يكون إنسانا سويا، ولا يمكن أن يكون إنسان سوي أصلا في المجتمع. وبالتالي أنت يعني يعني أنت قاعدة تضري أبنائك أكثر من إنك تضري طريقك يعني. بالضبط. هذه نقطة. طيب قلنا حنتفق في موضوع الأبناء، حنتفق على موضوع السرية والخصوصية اللي كانت بيناتهم، اللي هو أنت قلتي عليه من ضمنها موضوع السوشيال ميديا. أيوة. كل ما كان في عش الزوجية يظل داخل عش الزوجية. لا يجب إن واحد فيهم يطلع. وحتى نتفق إنه إيش حنقول للناس، لأنه الناس حتسألك طب الطلاق، بالضبط، يبقى يعني كلامنا واحد.